السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة فراخ مشوية، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة بزيادة، حاجة كده بجد الله اكبر. ايه رأيكم ندخل كده على الوصفة؟ انا معايا فرخة كده قمر مغسولة ومنقوعة دي وخل وملح، لما بصي مش قادرة اقولك حاجة تحفة كده. افتحها كده اهو من ورا ماشي، من الظهر هقسمها نصين بس كده اهو وخلاص كده اسيبها على جنب. بقى انا معايا الصينية احطها فيها كده على طول واحضر الخلطه بتاعتها. معايا ملح ومعايا بابريكا وملح وفلفل اسود ومعايا توابل فراخ، معايا طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل وتومين. انا كده خلاص ضربت الحاجه على بعضها اهو. هعصر عليهم ليمونه كده اهو وادعك كل ده بايدي كويس جدا اهو ماشي كده بقى زي الفل اهو. هجيب بقى الفرخه بتاعتي القمر دي واحط عليها الخلطه من تحت وفوق ومن تحت الجلد ومن كل حته اهو بالشكل ده. هقلب فوق وهقلب تحت وكده اهو، ادخل التتبيله فيها كلها كده. ما شاء الله بجد التتبيله كانت خطيره كده. خلاص كده اهي بقت زي الفل معايا كده اهي، تحت الجلد وكل حته فيها تمام ماشي. هقوم مدخلاها بقى الفرن كده اهو اهو. خدت بالظبط معايا ساعه كده. خلاص بدات. هاخد بقى من الصوص اللي تحت ده ماشي واحط كده على الوش كده اهوت، بحيث ايه ان هي يديها لون تحت الشوايه حلو. بصوا اهوت انا بطريه عشان بدات ان هي تنشف شويه. الصوص ده كده هيديها طراوه تاني وتاخد هيساعدها للون التحفه. وكده بالشكل ده تكون خلصت الفرخه معايا. واتمنى يكون الفيديو عجبك يا قمر، وتحط اللايك وتشتركي في القناه واستنوني.